اليوم مريم العظيم هاي عمي سنة كسرني اياها. كسرت ايداكي معلش خلص ما بقى تقرب على اغراض اختك اوكي ما بقى تقرب عليهم. الصبح اول ما فات لعندي على المكتب راح احكي هلا طلعت لها ثياب بدي البسهم واطلع ما خلص ما بنضل بالبيت اولاد والله العظيم ما فيني. عم بتقلي رايحين نجيب احمد وايها انا شو عم بعمل ليش عم بفتح الخزان طلعت لها ثياب للاولاد طلعت لها هذا هون صندوق تعا سند يلا ماما هذا الصندوق كويناه كمان شوي يلا نلبس عشان نطلع من البيت. انا حاسه بدي اقرب ما بعرف ليش راسي ما يهدى وحاسه مبلشه حرارتي ما بعرف ليش والحمد لله شايلين الوزن. تعالوا نلبس والله غرفتهم ما حريت شو دخل علي ورجعت لما دخل علي كمان مرة معه أنا دخلت 3 مرات عليها ما أخذت ثيابنا مثلا. اليوم لأول مرة رح تشوفوا ننوش ثانية اللي انتو عن جد كلكم عم تقولوا ننوش كيف ضليتي ساكتة شو اللي مانعك شو اللي كذا. شوفوا الأولاد لما كانوا عندي هن أمانة برقبتي بغض النظر إنه الاهتمام وكل هدول الأمور ما دخلنا فيه. هذا الشيء أنا لأن أنا بحبهم وأكيد عم حبة أبوهم. ليش ما حكيتي كيف ساكتة كيف ما رديتي حكى كتير وانغلط كتير وكتير أمور بس أنا يعني في شغلة بقلبي ما عاد فيني والله حابستها أقسم بالله إنه أنا ما عاد أتحمل كل شيء صار بكفة وظلم هالولاد كفة تاني. يعني شوفوا الكلام والهجوم اللي صار علي والتمثيل هذا كله ما بيهمني والله انه ما اثر فيني 1%. تعرفوا ليش؟ الانسان اللي بيعرف حاله صح واللي راضي ربه وراضي حتى اهله ما بيهمه الناس شو بتحكي ولا شو بتظن. صدقوني ما همني ولا اي شيء بس انا انه هالولاد ليش انظلموا؟ ليش انت ما كنتي مثلا قادره لكتير امور لإلهم؟ ليش طيب ليش ظلمتيهم؟ ليش ما بعتيهم على ابوهم من زمان؟ ليش بس افهم يعني بكتير امور يا جماعه انتم في امور انا ما طلعتها والله احتراما مو بس يعني الاولاد حتى امهم ما بتهمني هي بس انا احترمتها بس هي صدقا ما احترمت ولا اي شيء. زن وحكي وكتير كلام في اشياء حتى على الخاص انتم ما بتعرفوها كله انا ما اهتميت له بس انا الاولاد يعني هذا موضوع تاني. انت الحقد والأنانية والغل اللي فيكي أنا ما شفته بأم هي والله العظيم لو بتخاف على أولادها والله العظيم كان بس فكرت فيهم لا تغلط لا فيني ولا بأهلي ولا بأولادي ولا تقرب على عائلتي كلياتها بس ما همها شيء. والله العظيم أنا لو أم والله لا يحطني بهالموقف واولادي يكونوا عند وحده ثانيه والله العظيم ما بدي تشكرني ولا بدي تحكي شيء وما بيهمني. انا بكفي اني راضي ربي كنت هذا الشيء بكفيني كان بس هي يعني صدقوني لو وحده ثانيه ما عم بحكي عن نفسي انا لا انا والله ولا ممكن اني اظلمه لحظه وهلا يرجع وما انا مره قلت له مستحيل انا اخلاقي ما بتسمح لي ولا اهلي اللي تعبوا علي وربوني اني انا اظلم ولد كان ضحيه علاقه يعني خلص ما تم النصيب. كل اثنين بينفصلوا اذا صار هالمشاكل والله العظيم كانت كل الناس اتدمرت كانت البشريه كلها اتدمرت. في كثير عائلات اتطلقوا بس ضل في موده في احترام لاجل الاولاد لاجل العشره. يعني في امور والله الاولاد حاكي لي اياها قاعد ابكي عامله لريتشو انه اقسم بالله قلبي عم يوجعني من جوا لانه ما عاد اتحمل. بتعرفي ليش فتحت الستوري؟ لانه لاخر لحظه ايها بنفكر بدنا نقول اي والله نظراته حرق لي قلبي. اوكي انا ماني امهم ما حدا بحلم كان ما اختلفنا بس انا قدمت لهم كل شيء بقدر عليه لما كانوا عندي. انا كان كل وقتي معهم بغض النظر عن الدراسه شو بدي انا بيهمني كيف معاملتهم معي وكيف حبوني كيف انا حبيتهم. الصوره اللي كانت مكونه بمخهم كلها ظلم رح تقتلكن ورح تعمل ورح تساوي. والله ربي شاهد الصور والله ربي شاهد علي نامتوا للمصونه جايكي والله ربي شاهد علي مو ولادي اذا بيعملوا شيء بعاقبهم او اذا عملت لهم هيك والله كيف ما حطيت عليهم. وحتى اذا بدي مثلا عيط عليهم ونبهم بحسب حساب ما بدي ينجرحوا ما بدي يزعلوا قد ما كان انه انا حبيتهم قد ما كان قدمت لهم حب وحنان وكل شيء قد ما فيني حاولت اقدم لهم
ممكن اذا بلحظه غضب اني انا صرخت عليهم وعليت صوتي طبيعي. لا هن رح تحزق بقلبهم، بس انا يعني كل ام تفقد السيطره، ما اختلفنا، بس انا والله اني عاملتهم احسن من اولادي اللي من بطني، انا عاملتهم احسن. بدكم تسدوا ما تسدوا قدام الكاميرا مو قدام الكاميرا. مش متوتره قصدي عاملت احمد وايهم وانا اشهد وربنا شاهد على ما عم تحكي. خلي لو سمحتوا خلي تطلع كل شيء جواتها رح تطق. هي رح عن جد رح تطق يا جماعه. عم تقولوا شو اللي هو والله رح اخذها مستشفى، والله متاثره اكثر مني كأب. بس اقسم بالله مو قصة كيف قادرة اسكت او اتحمل. في اولاد يا جماعة، في اولاد ما نحن اذا بدنا نقضي تكبير روس والكبار، الاولاد بيروحوا فعلا بيروحوا بين الاجري، بس الواحد شوية وعي. هي ما خلت لا وعي ولا خلت فينا حتى عقل، لعندنا التصرفات اللي صارت والحكي اللي صار. سنتين نانسي ساكتة، سنتين والله ما عقل ما بيتحملوا. في امور حتى الاولاد حكيها الي والله ريتشا ما بيعرف فيها، والله العظيم انه ما بيعرف. انه الاولاد لما بيرتاحوا للشخص بيفشوا خلقهم، عرفتوا الاولاد في كان عندهم كبت مو طبيعي، لك مو طبيعي. شفتوا قديش عندهم طاقه بالحكي، قديش بيحكوا مع قديش بيساووا. في امور مثلا اكيد بدون الكاميرا اكيد ما رح انه والله كل شيء، حتى لما اجوا ايام يحكوا كلام قطش الستوري، ماما ليش قطشتي؟ ماما في احترام لامكم، بس هي اقسم بالله انه ما احترمت ولا قدرت. لك مشان اولادك، لك شوفي بيني وبينك، شوفي ما في شيء، الله وكيلكم ما في اي شيء، ولا بتعني لا من بعيد ولا من قريب، غير انه ام الاولاد. وقت اللي تزوجت كان صار لهم طلقه 6 شهور، يعني بدها هي من اول اسبوع كانت مخطوبه، بعد ما طلقت من اول بدك يعني اموت على ذكراكي مثلا؟ مين انت؟ والله ما بيعني لي. انا بالنسبه لي ما بيهمني، بدي اشوف حياتي اكيد، بدي ارجع ادور على بنت الحلال. بس يفكر بوعي. انت كيف كأم انت شلون بتعيشيهم بهذا الشعور؟ لو ضل يوم بعمري بدي ابعتكم لك ابعتيهم، انت مين كمشت عقلك؟ لا مين اللي قال ما منهم خير؟ ستهم مصيبه. ايه يعني ما منهم خير، ليش دركتوهم عندكم؟ ليش عذبتوهم؟ لا ما من الام امها اللي هي ست الاولاد، امها لهديك إيه؟ ما بتتسمى، قال والله من عمرهم لسه الاولاد 5-6 سنين كل واحد. متخيلين؟ قال شو بعطيهم ما فيهم خير، هدول مثل ابوهم، بشرفكم مثل ابوهم يكونوا. طيب مثل ابوهم، ابوهم مو منيح، ابوهم مو عاطل، ابوهم لا مو هن فشروا اجري علم. لحظه وقفي نانسي لا تقربي علم يا عمري، اكيد فشروا. اجري علم وهن بيعرفوا علم عليهم. طيب ليش تركوهم عندهم؟ انا كل هاد ساكت. هدول محسوبين عليك ولا لا؟ هدول مو على كليتك انت؟ طبعا. طيب مو منح، ليش ما بعتيهم؟ ليش ظلمتيهم؟ ليش عيشتيهم؟ ما فيهم خير؟ ليش طلعتي تطالبي فيهم؟ ليش ضليتي تقولي لو ضل بيوم بعمري بدي ابعتكم؟ ليش هو ما كان يقول لي؟ ليش هو ما كان يطلبوا الزياره؟ انت اللي عم تنكري انه انا ما حكيت معك، وعم تنكري اني ما طلبتهم. ما بدي احلف براس بنتي ولا باولادي، لانه انا ماني من هاي النوع اللي بحلف براس اولادي وحياه اولادي وما بعرف شو. اولادي لما الله بعث لي اياهم رزقني فيهم، كان صادقا فليحلف بالله. بس لما رب العالمين رزقني باولادي مو مشان احلف براسهم وحياتهم، لا، اللي بده يصدق. انا ربي لما كرمني باولادي لحتى احس بشعور الامومه، لحتى احتويهم وحبهم واعطيهم حب وحنان، مو لحتى انا اجي اقعد اعملهم حلفاني على الرايح والجاي. لا ما بيهمني، اللي بده يصدق واللي ما بده يصدق ربي شايف، ربي عارف كل شيء. لما انت بدك تجي، انت شلون الك قلب تورجي طفل ما عمره 7 سنين، طفل معذب، تقولي له بس تروح لعندها هيك رح تعمل فيك؟ ليش؟ وبنفس الوقت شو شفتي مني؟ لا وبنفس الوقت بدي ابعتكم بيورجوه وبيقولوا له عملوا له الولد احتار. انا اذا رحت لعند خالتي رحت لعند بابا رح تعمل فيني مثل هذا الولد المضروب. اذا بقيت هون مشان يقعد عين عم تهددوه، هذا التهديد عملتوا له عقده نفسيه، عملتوا له مرض نفسي للولد. الاولاد اول ما اجوا لعندي انه عم تقولي لهم ماما، انا رفقاتي اولاد رفقاتي بقول لهم ماما، انا هي عاطفه مني من جوا ما فيني الغيها كرمال ارضي هي وهي. اوكي انا قدرت مشاعر، وانا اقسم بالله انه تركتهم على راحتهم. اذا ما اعتبروكي مثل امهم كيف تحسي بشعور الامومه اتجاههم؟ ايه انا اول ما اجوا اجبار يقولوا لك ماما تحسي شوي انه هدول مثل اولادك، هذا طبيعي الموضوع. ايه الناس ما فيها شيء. هي بتحب احمد اكثر من ايام لا انا الاثنين عندهم نفس الشيء، والله اثنيناتهم بحبهم. بس انا احمد اول فتره هو الاكبر واوعى. اول فتره لما كان يحضني حس حضنه مو قصه محبه، في شيء ما كنت اعرفه، ما كنت اكتشف
انه بقول في شيء ايه ابدا. بعدين مع الايام لما صاير ارتاحوا لي اقسم بالله انه اطلع هيك يلا ليش هيك؟ ليش سرحتي بعلمهم هذا الشيء؟ الحمد لله انه هن شافوا كل شيء وعاشوا معي بكاميرا وبدون كاميرا. وانتم بدي اقول لك كلمه بس وخلي الكل يسمع. اقسم بالله يا نانسي هدول الولدين راح تشوفي منهم خير اكثر من سند ومريم. بدك اكثر من هيك على معاملتك معهم؟ وتذكروا واحفظوا هذا الحديث ليكبروا الاولاد. اذا الله اعطانا طولة العمر لتشوفي منهم خير اكثر من اولاد بطنك. والله العظيم على الشيء اللي عملتيه اكثر مني ضحيتي. انا مكفيني هن اللي بيعرفوا شو انا. وانت كان عدم ردك عليها هو اكبر رد. عدم ردك والله مشان الاولاد اقسم بالله انا بكل كرامه الاولاد. انت عملتي امام الله ان شاء الله جزائك فوق. اسمعي، عدم ردك على تفاهتها وتفاهه اهلها وكل واحد حقه بزري طلع حكى علينا. عدم ردك وردي هو رد لحاله والله العظيم. وكبرتي اكثر بعيون الناس وكبرتي بعيني اكثر قبل ما تكبري بعيون الناس. بسم الله وجع راسي ما عم الله يحمي البطن اللي حملك واهلك حتى اهله. ما بنسى عمي ومرت عمي المعامله اللي عمي يروح يجي يبكي يعمل لي يا عمي هالاولاد. عمي دمعته فورا جدا سخيه قلبه رقيق. قال لي يا عمي الاولاد شو ذنبهم يا عمي ليه؟ قلت له معلش يا عمي خطا يا عم حاول. انا مذنب. انا هي اكبر ذنوبي بالحياه بصراحه. وان شاء الله الاولاد بيعوضوا يعني ان شاء الله بس يكبروا بيقدروا بيشوفوا كل شيء وبيتهم مفتوح. اكيد. لك شلون انت بتتخلي عنه كرمال لايف؟ ما بدي تجيب العيد بهذيك وسكتت كل هالشيء بس والله مو من اطباعها والله